أنا النهاردة جبتلك طريقة تعمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي مجانا ومن غير أي حدود. النهارده هنتعلم ازاي نعمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي مجانا وبدون حدود باستخدام موقع دي جين اي اي. الموقع ده بيديلك كل يوم 300 كريدت مجانا وكمان بيقبل ايميلات الوهمية. النهارده عملت اكونت اداني 300. الاكونت عملته بايميل وهمي من موقع تيم بميل. الموقع بيقبل ايميلات وهمية، مفيش اي مشكلة. تمام. بعد ما ندخل على الموقع هنروح ندوس على كرييت. هنحمل الصورة اللي احنا عايزينها. في هنا كلمة start و end. انت مالكش دعوة بكلمة end دي. start دي هنرفع الصورة اللي احنا عايزينها. انا اختار الصورة دي مثلا. هتكون جايب برومت من تشات جي بي تي لتحريك الصورة. هتحط البرومت هنا وبعدين هتختار الموديل اللي هو ريل موشن الترا. بس اخرك 5 ثواني، لو جربت ان انت تخليه 10 ثواني بيقول لك اعمل ابجريد للبلان بتاعتك علشان تقدر تستخدم الفيديو مدة اطول من كده، تعمل يعني 10 ثواني. هتدوس على كرييت، هتستنى هتلاقي الفيديو اتعمل معاك زي ما انت شايف. يعني انا عملت فيديو. تمام. بعد ما بتعمل الفيديو بتاخد النص اللي انت عايز تعمله كفويس اوفر، تروح على موقع 11 لابس، تحط النص هنا. ولو تختار بقى المعلق الصوتي اللي انت عايزه او اللي بيعمل فويس اوفر، انا اخترت الشخصية دي. ده بيعمل لهجة شوية مصري. بتختار بقى كده، انت في اكتر من كتير جدا، في اصوات كتير جدا تقدر تختارها. بعدين بعد ما بتختار الصوت وبتعمله، بتعمل له داونلود. بعدين بقى عشان نعمل ليبسنج للفويس اوفر مع الصورة او الفيديو اللي طلع، هنروح على موقع دريم فيس. هنحمل الفيديو بتاعنا من هنا وبعدين هنحمل الصوت بتاعنا من هنا وبعدين بندوس جنريت. في الاخر بيظهر معنا الفيديو زي ما انت شايف كده. النهاردة جبتلك طريقة تعمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي مجانا ومن غير أي حدود. بعدين بنعمل له داونلود. وبالنسبة للعلامة المائية دي هنشيلها في المونتاج. ممكن نستخدم أي ابلكيشن مونتاج زي كاب كات مثلا، هوريكم دلوقتي ازاي. نختار الفيديو اللي احنا عملناه. نحط الفيديو هنا، نضغط على الفيديو كده. هنسحب الفيديو من هنا كده شوية، بعدين نسحبه لتحت كده يكون العلامة المائية اختفت من عندنا. أنا النهاردة جبتلك طريقة تعمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي مجانا ومن غير أي حدود. كمان انت تقدر تعمل صورة احسن من دي وتعمل برومت برضه احسن من ده للتحريك، احسن من كده بكتير، وهتطلع جودة افضل من دي. لو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش تتابعني عشان يوصلك كل جديد.